يترقب الشارع الرياضي العالمي ببالغ الاهتمام قراراً حاسماً يخص مستقبل النجم المغربي الدولي أشرف حكيمي. هذا القرار يتزامن بشكل مثير مع المواجهة الكبرى المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الإسكتلندي لحساب منافسات بطولة كأس العالم. في تفاصيل هذا الملف ينتظر مدافع أسود الأطلس حكماً قضائياً فرنسياً فاصلاً يتعلق بالإجراءات القانونية المتعلقة بقضية الفتاة الفرنسية الموجهة ضده منذ مطلع عام 2023. من المقرر صدور هذا القرار غداً الجمعة، وهو نفس التوقيت الذي يتواجد فيه اللاعب في مدينة بوسطن الأمريكية لخوض الموقعة المونديالية القادمة ضد اسكتلندا. هذا التزامن يضع اللاعب تحت مجهر الصحافة العالمية ومحللي قطاع الاستثمار الرياضي. رغم كل الضغوط الإعلامية المحيطة بهذه القضية والجدل المستمر، أظهر النجم المغربي مستويات استثنائية من الثبات الانفعالي والتركيز العالي. هذا الهدوء يعكس احترافية مؤسساتية رفيعة المستوى، حيث نجح حكيمي سابقاً في قيادة فريقه بخوض نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أيام معدودة فقط من حضوره لجلسات الاستماع الرسمية في العاصمة الفرنسية باريس. على الجانب الرقمي، يعكس الحساب الرسمي للاعب على منصة إنستغرام حالة عالية من اليقين والتركيز المطلق على الواجب الوطني رفقة المنتخب المغربي. هذا السلوك الاحترافي عزز من القيمة السوقية للاعب كعلامة تجارية، ونال إعجاباً واسعاً من الجماهير والمتابعين الذين أشادوا بقوة شخصية قائد خط دفاع الأسود في مواجهة التحديات الخارجية. السؤال الأبرز الآن والذي يشغل بال الملايين حول العالم: كيف سيؤثر هذا القرار على مشاركة حكيمي في بقية مباريات المونديال؟ وما هي التبعات القانونية والمالية التي قد تغير مجرى مسيرته الاحترافية مع الأندية الأوروبية الكبرى في المواسم القادمة؟ تابعونا لمعرفة المستجدات الفورية. نشكركم على حسن المشاهدة، وإلى اللقاء.